سلام سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما راكم تشوفوا البنات درنا وصفة الصابلي بعجينة واحدة وشكلنا منها شحال من نوع. ان شاء الله راح نبداو الوصفة مع بعضنا. هنا في ريسيبيون البنات عندي، انا درت زوز كميات، يعني درت كميه الاولى ومن بعد تخلطت كميه ثانيه. حبيت نوري لكم بركه تما بكميه قليله وانتم من بعد ضعفوا الوصفه. هنا كاين البنات درت 125 غرام تاع زبده. درت نص كاس سكر ناعم. عندي 3 صفار بيض. هنا استغنيت كامل على البياض. عندي رشه ملح. عندي مغرف لافاني ونخلط المكونات تاعي مليح بالفوي. البنات لازم المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة باش تجيكم سهلة في التخلاط. نخلطوا مليح البنات المكونات تاعنا حتى نتحصلوا على قوام كريمي. اللي تحب تستعمل الفوي معليش، ولا عندك الباتر استعملي الباتر خير حتى باش يساعدك في الخدمة. هنا عندي نص كاس نشا وربع كاس نواه عفوا كاكاو، يكون بنكهة الشوكولا. لازم تخيروا الكاكاو النوعيه المليحه البنات وتخلطوا المقادير تاعكم مليح. هنا 4 كاس، ولا تستعملوا 2 مغارف كبار يعني بومبي من الكاكاو. هكذا نعطيكم الكميه المضبوطه بالمغرف. هنا راح نبدا نلم العجينه تاعي بالفرينه. حطيت الكاس الاول. عندي نص مغرفه صغيره تاع قهوه خميره كيميائيه. ما نكثروش الخميره البنات باش يبقى الكاطو تاعنا محافظ على الشكل تاعو، ما يتنفخ ما يفسد. هنا راح نضيف الكاس الثاني. الفرينة لازم تكون ما غربلتوها من قبل البنات. الفرينة كما تعرفون نضيفوا شوي بشوي، ما نضيفوش يعني كمية كبيرة من بعد نحصلوا فيها تنشف لينا، ولا لازم نضيفوا بشوي ونخلطوا ونشوفوا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. صابلي البنات كما راكم تشوفوا تلم فقط باصابع اليد، ما نعجنوش. هنا راني نضيف في الكاس الثالث بالتدريج حتى تتلم لي العجينة تاعي. كما راكم تشوفوا الكاس تاعي راني نضيف فيه بشوي. العجينه تاعي مازالت طريه. البنات هذاك الكاس راني كملته حتى تحصلت على عجينه، يعني هزت لي الكميه هذه، هزت لي 3 كيسان فرينه. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه البنات، ما تنشفوهاش ياسر لانه كما تعرفوا الفرينه راهي طيغ بينكم المره الاولى تبان لكم راهي جاريه ولا مازالت خاصه، بصح من بعديك راهي راح تشرب. هنا نحلوا العجينه تاعنا بعد ما تكون ارتاحت حوالي 10 دقائق. نحلوها فوق، نحلوها فوق البلون دو طرافاي تاعنا. هنا اللي انا استعملت الكيس بلاستيكي باش ما نستعملش الفرينه تزيد تنشف لي العجينه ففرات يعني. هنا تستعملوا كيس بلاستيكي وترشوه رشه خفيفه بالنشا. شوفوا المول اللي درتو البنات، درت هذا الاوفان، نتوما ديروا المول اللي تحبوه. ونطبع الحلوى تاعي كامله ونكون شعلت الفور تاعي على 180 درجه. شوفوا السمك تاعها البنات، ما ديروها خشينه ما ديروها رقيقه. نحط الحلوى تاعي في السنيوه. هنا راني كملت البلا الاول. الكميه هذه البنات دير لكم 2 بلاوات ونص. هنا جبت البنات هذوما راح نديرهم بالشوكولا. شوفوا البنات كي تشروهم انتم شوفوا الكميه تاع الكاطو اللي عندكم، ما تستعملوش كيما نقولوا البلاكه كامله من بعد تخسر لكم. هنا قصوا يعني قيس ما راح ديروا الشوكولا تاعكم وتحطوها تتجمد، لانكم اذا حطيتوها كامله من بعد ديك الكتيبه هذيك راح تتندى وتفسد.
لذلك يعني قصوا الكميه اللي تحتاجوها، والاخرى استحفظوا بها تحتاجوها مره اخرى. البنات هنا كي تبدو ديروا في الشوكولا، حاولوا انكم ما تخربوش بالمغرف، يعني تشغل تحاولوا تسووها هيك بالمغرف لانه راح تفسد لكم الكتبه. فقط تحطي الشوكولا بعد ما تكون بردت شويه، ما تحطوهاش هكذاك بعد ما تذوبوها مباشره سخونه، لانه راح تفسد لكم الكتبه تاعكم. خلوها تبرد شويه، من بعديك حطوا كل وحده حطوا فيها، من بعديك اخبطوا للمول تاعكم هذا، وحطوه في الثلاجه يبرد. هي مش راح تدي وقت يعني طويل، يعني ليه تجمد. تشوفوا البنات النتيجه اللي تحصلنا عليها، يعني الكتبه تاعنا خرجت هايله. نديمو لي ولا الكعبات تاعنا البنات. هنا نروحوا نحضروا الحشو تاع الكاطو تاعنا. هنا البنات حطيت بلاكه تاع شوكولا تاع 100 غرام، حطيت ربع كاس ماء، وحطيت حوالي 3 مغارف زيت، وحطيت 2 مغارف كريم شانتيي، نحطهم على النار يذوبوا. يعني هذه كبديل لكريمة الزبدة، راح تجيكم روعة البنات. يعني حتى كي تاكلوها مش هذيك كيما كريمة الزبدة تقهم يعني في الاكل تاعها، بالعكس هذه راح تجيكم خفيفة خلاص. هنا كي ذوبتها البنات راح نفرخها في صحن ونحطها تجمد في عفوا تبرد في الثلاجة. لازم تبرد مليح البنات، لانه راح نضيفوا لها كريم شانتيي ونطلعوها. جربوها البنات والله روعه، يعني خير من الكريم عفوا خير من كريمه الزبده. البنات هنا راح نحضروا واحد ليبول صغار تاع النواد كوكو. هنا حطيت نص كاس حليب، ونص كاس سكر، وكاس جوز الهند كما راكم تشوفوا البنات. وراح نديها فوق النار نطيبها مليح حتى يشرب جوز الهند، يشرب هذاك الحليب والسكر، راح ينشف تماما. شوفوا النتيجه البنات. هنا في المرحله هذه البنات مش راح يتلم لكم، يعني احنا راح نشكلوها كوريات، مش راح يتلم لكم، راح يبقى كما تشوفوا فيه. هنا راح نضيف لها 2 مغارف شوكولا بيضاء، يعني مش راح تستعملوا النستلي، فقط ذوبوا شوكولا بيضاء وخلطوا. شوفوا الكميه هذه راح تدير لكم حوالي 20 كوريه، خاطر راح نديروهم صغار البنات مش راح نديروهم كبار. شوفوا لكم الحجم ويجي ذوقها البنات. وش نقول لكم، يعني انا صراحه كليت نص الكعبات قبل ما نزين بيهم، يعني ذوق ولا اروع. من بعد كي نكوروهم البنات نجيبوا نواد كوكو بودر ونرمدوها فيها. هنا شوفوا البنات راني ضفت كاس تاع شانتيي، كاس تاع 250 مليلتر على هذيك الكريمه بعد ما بردت لي وطلعتها. هنا نجيب البنات الكاطو تاعي ونبدا نزين فيه. هنا لابوش تاعي راهي حصلت لي بالشوكولا، يعني جمدت فيها الشوكولا، وانا حسبتها يعني ما حبش تمشي وهي حاصله فيها الشوكولا لداخل. نكملوا نديروا وانا نطلو يعني نعمروا الحبات تاعنا كامل كيما هك. هنا راني غلطت لصقت الحبه الاولى بلا ما ندير الكريم كراميل. هنا البنات عندي توفيه كراميل عمرت الداخل، ونلصق الحبه عند اختها. والمذاق ما عندي ما نقولكم البنات، يعني مع هذيك الكريمه جربوها ان شاء الله تعجبكم. نكملوا البنات الحبات تاعنا كامل ونحطوهم في الثلاجة يبردوا شوي، لانه كما تعرفوا كريم شانتيي شوية تذوب مع السخانة، لازم تحطوها في الكونجيلاتور تبرد لكم ليه باش نكملوا التزيين تاعنا. هنا البنات بعد ما بردت لي الحلوى تاعي مليح، جبت هنا شوكولا سوداء يعني ذوبتها. هنا عندي الورقات هذوما خدمتهم بالمول تاع السيليكون بعجينة السكر، ودرت ليهم لاناكخي من جوانب، يعني درت ليهم في الدوري. وعندي وعندي النواد كوكو شويه حمصته، راح نكمل نزين الصابلي تاعي، يعني انا زينته شحال من نوع.
نقلاصي الحبات تاوعنا البنات كامل، نحطهم بجيه ينشفوا. وقبل ما ينشفوا مليح البنات نحطوا كل يعني تاع الورقات هذوكا، ونحطوا لي بول تاع نواه كوكو. والتزيين يعني البنات يبقى اختيار، يعني كل وحده دير الحاجه اللي تحبها. كما قلت لكم البنات لازم قبل ما تنشف هذيك الشوكولا نحطوا الورقات تاعنا ولا هذوك لي بول باش يلصقوا مع الشوكولا. يعني من بعد ما نكونوش حاصلين نزيدو نديرو نذوبوا الشوكولا ونحطوا شوفوا الشكل هذا كيفاه جا البنات. من بعد راح ندير له خطوط بيضاء، خطوط بالشوكولا البيضاء. هنا نروحوا النوع الثاني المدور البنات، درت راح كنت دهنته بهذيك الكريمه على الجوانب ومن فوق، ونرمدو في هذاك نواه كوكو المحمص. يعني فقط البنات افكار يعني تديروهم في التزيين الصابلي، يعني كاين افكار يعني ياسر. نخلو فقط بلاصه الدائره هذيك اللي في الوسط باش نحطوا عليها هذيك الشوكولا اللي درناها. هنا نجيبوا شويه شوكولا ذايبه ونلصقوا بها الحبه تاعنا. شوفوا الشكل تاعها جاي يهب البنات. البنات ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو يعني تبارطاجوه مع صحاباتكم وحباباتكم. راهي القناه تاعي راك داخلها البنات، نتمنى انكم تعاونوني، بارك الله فيكم يعني فضلا وليس امرا. وها هو الصابلي تاعنا البنات كما راكم تشوفوا النتيجه النهائيه. وروعه في المذاق البنات، جربوه ان شاء الله راح يعجبكم. واش نقول لكم البنات، بارك الله فيكم يعني. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.